قال لك المغرب تفرض الفيزا على 8 بلدان ومنها الجزائر وتونس في كأس إفريقيا. أنت دير عليهم الفيزا باش تزيد تصعب الأمور. هذا ما كان. هي ماشي قضية تصعب الأمور، هي قضية استفزاز برك. هذه اللي داروها استفزاز. والتأشيرة هذه الإلكترونية مؤقتة، يعني داروها غير على جال لاكوب دافريك. حنا رانا في إفريقيا وجيران في إفريقيا، واش عندك دير الفيزا في الحفل هدايا؟ يعني راهي تزيد تصعب في الامور. تقول لي فاش تصعب الامور؟ نقول لك المهم كانت بلا فيزا، الناس تشري بيه وتروح. الجزائري كي يروح للمروك يروح بلا فيزا، بصح المروكي كي يجي للجزائر يجي بالفيزا. هذا هو الامر اللي قلت لكم. انا الامر ما يهمنيش. افريقيا انتم تقولوا احنا الافارقه كاس افريقيا من افضل البطولات وكذا. احنا كافارقه خاوه صح ولا لا؟ خلينا من السياسيين، احنا دوك رانا نتكلموا رياضيا. حنا الافارقه زعما كيما نقولوا قاره واحده، والاتحاد يسموه الاتحاد الافريقي و كي تلحق كاس افريقيا ندير على البلدان فيزا باش تدخل عندي. واش معناتها هنا؟ واش حب يقول؟ حب يقول انه حنا رانا في افريقيا، راح نلعبوا كاس افريقيا، تبدا تفرض لي فيزا على البلدان اللي راح تشارك. راك تستفز، مجرد استفزاز. راك استفزيتوا تونس والجزائر لن تستفز، والامر ما يهمنيش. تمهبيل، انا هذا نسميه تمهبيل، والامر لن يزعجني بكل صراحه.